مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. لم يكن حزنا، ولم يكن حبا، ولم يكن شيئا من تلك التي يعرفها الناس في الناس. لقد كان شيئا بدونه يكون العدم والفناء. إنها علاقة رسول الله بأصحابه، إنه يصفهم بأنهم أصحابه، كما في صحيح البخاري يوم القيامة يبعد الملائكة أولئك المنافقين الذين كانوا حول رسول الله من على الحوض، ويدفعونهم دفعا ويمنعونهم من الشرب، والنبي يقول أصحابي أصحابي. هذا النبي المعظم الذي يقول أصحابي أصحابي، تخيل هذه العلاقة العظيمة التي لا تنفك حتى في يوم العسرة، يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يوم يفر كل أحد من كل أحد، يوم لا يبقى فيه إلا من يقول أنا لها. هذه الصفات المعظمة المكبرة التي ينشر الله لها لواء كبيرا عظيما كشاشة ديجيتال الطويلة لا تنتهي، يأتي عليها صفات رسول الله التي وصفت بأنه يحمل اللواء يوم القيامة. هذا اللواء عليه مناقب النبي، صفاته، هذه الصفات لا تنتهي. فمن يقول لماذا أصحاب رسول الله يحبون رسول الله هذا الحب؟ نقول له لو استطعت أن تحصي صفاته لعرفت لماذا كانوا يحبونه هذا الحب، لعرفت لماذا كانوا يقولون نحن عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة. لعلمت لماذا قالت السيدة الزهراء أم الحسنين فاطمة عليه السلام، لماذا قالت لهم عندما أدرجوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحفرة، فقالت لهم أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استطعتم أن تفعلوا ذلك؟ حقيقة هم لم يستطيعوا، لقد أقدرهم الله على فعل هذا. وما الدليل على هذا؟ الدليل أن الذي حدث لهم في تلك الوفاة عند وفاة رسول الله كان عجيبا. هذا عمر الجلد الكبير، ذلك الجسم المبسوط العظيم، تلك القامة وذلك الرأس الضخم، كل ذلك يحدث له الانهيار ويحدث له التكذيب بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فارقهم لأنه رسول الله، وتأسفهم على أنه رسول الله، ذهابه عنهم على أنه من صحبوه. لا ندري هذه العلاقة كيف توصف وكيف تعنون وكيف تعرف. كانت علاقة تورث الجنون عند فقده. هذا لما حدث عند سيدنا عمر، أنكر الخبر وقال ما مات يعني نحن الذين متنا، لكن أنا حي، إذن هو لم يمت. هذا سيدنا عمر وقف وقال للناس من قال بأن محمدا مات ضربت عنقه بسيفي هذا، إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسيعود. وظل سيدنا عمر يردد هذه المقولة. الناس يبكون والناس يعني في حزن شديد على وفاة رسول الله، فلم يستفق الفاروق إلا على مقولة الصديق رضي الله عنه، قال في الناس بصوت مرتفع أيها الناس
من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وإذ بسيدتنا فاطمة الزهراء تقول لسيدنا أنس بعد دفن رسول الله: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ ثم قالت كلمات سجلها التاريخ لها تنعي فيها الحبيب الشفيع. قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، إلى جبريل ننعاه، جنة الفردوس مأواه. وكان سيدنا رسول الله قد أخبرها وهو في سكرات الموت أنه سيلحق بربه فبكت، ثم أخبرها أنها أول أهل بيته لحاقا به فضحكت واستبشرت. فلما سألتها أمنا عائشة قالت: لأن النبي أخبرني أنه سيلحق بالرفيق الأعلى فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهل بيته لحاقا به ففرحت واستبشرت. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عم الحزن أرجاء المدينة، حتى يقول سيدنا أنس بن مالك: ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور من اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة، ولا رأيت يوما أظلم من اليوم الذي مات فيه رسول الله، لدرجة أن بعض الصحابة غادروا المدينة وعاشوا خارجها، كسيدنا بلال بن رباح، ذهب إلى بلاد الشام وأقام بها. وبعد فترة من الزمن رأى النبي في المنام يقول له: يا بلال، ما هذه الجفوة؟ أما آن لك أن تزورنا؟ وكان سيدنا بلال لم يأت لزيارة النبي منذ فترة طويلة، فجاء سيدنا بلال إلى المدينة المنورة برسول الله، وقال له سيدنا الحسن والحسين: يا عماه، نريدك أن تؤذن كما كنت تؤذن أيام جدنا. فصعد وأذن سيدنا بلال، فلما وصل إلى قوله: أشهد أن محمد رسول الله، ارتجت المدينة بالبكاء، وخرج الناس من بيوتهم وقالوا: أبعث رسول الله. إذا ما ولد صلى الله عليه وسلم أضاءت المشارق والمغارب، وإذا ما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم أضاءت المدينة بكل نواحيها، وإذا ما انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء في المدينة. هذا ما قاله أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أنس بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاءت المدينة، وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فأظلمت المدينة. طاشت العقول، خلاص ما بقاش حد قادر يصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا النور الذي كان معهم، هذا المسك الذي كان معهم، هذه الرحمة المهداة التي كانت معهم، انتقلت إلى الرفيق الأعلى، ذهبت إلى ربه صلى الله عليه وسلم. قيل فيه أنه الأمان الذي تركه الله في هذه الدار، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سيدنا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كان فيهم أمانان، أو كان فيكم أمانان، أما الأول فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فالاستغفار. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه وبقي الاستغفار. صلوات ربي وسلامه عليه لم ينتقل انتقالا كاملا وأنه خلاص مات وانقطعت السبل وانقطعت كل الأمور، لا، وانتقل بجسده. خلاص الجسد دفن تحت التراب في الروضة الشريفة المباركة في المدينة في المسجد النبوي، لكن الروح موجودة، لكن الأفعال موجودة، لكن السنة موجودة، لكن السيرة موجودة، لكن الذكر موجود. صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في الأحاديث الصحيحة: تعرض علي أعمالكم، إن كان فيها خيرا حمدت الله، وإن كان غير ذلك استغفرت لكم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. يعني بمجرد، أو فيما قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه، فمعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أنك تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ترد إليه روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم فيرد عليك السلام.
فالانتقال الذي انتقله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن انتقالا بالروح والجسد والأفعال والسير والذكر مش كده خالص، لا، السيرة موجودة والذكر موجود والأفعال موجودة والسنة موجودة. لذلك كان العارفين أو العارفون يقولوا كن مرآة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأفعال موجودة. أنت تقدر تعمل الأفعال التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني تظهر للناس أن هذه أفعال رسول الله وأن هذه سنته وأن هذه سيرته أو أن هذه سيرته، وهكذا تكون مرآة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الوجه واحد غير أنه إذا أنت عددت المرايا تعدد، فأنت بتعدد المرايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتعدد أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه، تكون مرآة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك لم يكن انتقاله انتقالا كاملا. خلاص انت بقيت تعمل أفعاله دي، ما الأفعال موجود، مش زي أي حد لما يموت خلاص شكرا، مات معاه الجسد ومات معاه الروح ومات معاه الأفعال وماتت معاه السيرة ومات معاه ذكره. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة غير كده خالص صلى الله عليه وسلم، لم يكن انتقاله بهذه الكيفية. لذلك الصحابة لما حزنوا على انتقاله صلى الله عليه وسلم ما كانش حزن على انه نبي ومات ولا على انه شخص عادي ومات، لا، ده كان اكبر من كده بكتير. ارواح الصحابة معلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فؤاد أفئدة الصحابة متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نزع منهم العقول وسلب منهم العقول وسلب منهم الأفئدة صلى الله عليه وسلم وبقت معلقة فيه. فبانتقاله صلى الله عليه وسلم نزعت منهم أرواحهم ونزعت منهم عقولهم. لذلك حزن الصحابة ما كانش حزن عادي، ما كانش فكرة إن هو نبي ومات، ما الأنبياء من قبله كلهم ماتوا، هذا طبعا سيدنا عيسى بل رفعه الله إليه، ما الأنبياء كلهم ماتوا من قبله، وناس كتير جدا ذات مكانة عالية. سيدنا حمزة قتل، سيدنا جعفر قتل استشهدوا طبعا، وهكذا وغيرهم طبعا كتير، لكن دولت من أعظم الناس. السيدة خديجة، سيدنا أبو طالب العم، دولت الأربعة اللي حزن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. فدولت حزن رسول الله مثلا أو حزن الناس على هؤلاء لم يكن كحزنهم على رسول الله، لأنه كان المعلم الحقيقي والمربي الحقيقي، كان فعلا النور الذي لاح والمسك الذي فاح، هو ده النور الذي إذا ما وجد في مكان أضيء هذا المكان، وكان في هذا المكان نور عظيم، وكان في هذا المكان المسك الذي يفوح، كان في هذا المكان الرحمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وفي تلكم الدار. لم يعودوا كما كانوا يرونه في الصباح يخرج إليه أبو بكر فينظر إليه فيلقاه أحدهم: ما الذي أخرجك يا أبا بكر؟ فيقول: خرجت أنظر إلى رسول الله ثم أعود إلى البيت. هذه كانت حياته، تعلق ليس مرضيا، هو تعلق حقيقي، جسد واحد، روح واحدة، حقيقة واحدة، يفدونه بأنفسهم، لا يقدمون عليه شيء، أحبوه، واسوه، نصروه، فدوه بأنفسهم وبولدهم وبأموالهم. لذلك كان الإمام الذهبي يقول بأن شعرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو وجدناها بإسناد صحيح أي بعد وفاته نأخذها ونتبرك بها ونحتفظ بها ونضمها إلى صدرنا وإلى شفتينا. لو وجدت لما كان كثيرا عليها بذل كل الأموال في أخذها، ولأن تكون هذه الشعرة فقط نلمسها وننظر إليها لنفدي ذلك أي نقابله بأنفسنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا. هي محبة حقيقية. هذا كلام يقوله أمثال الإمام الذهبي، ويقول: إذا رأيت من يرتمي على الحجرة الشريفة وذلك الشباك الأخضر في تلك الروضة الفيحاء، إذا رأيت من يتمسح هناك ويتقلب بوجهه وجسده عند ذلك الشباك وتلك الحجرة فلا تعجب، فإن الحب يفعل أكثر من ذلك. هكذا قال الذهبي صاحب السير في معجمه المعجم الكبير لشيوخه في ترجمة ابن عمر. تخيل أن هذا شعور الذهبي بعد 7 قرون من النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو شعور أصحاب رسول الله في تلك اللحظات التي كان يفارقهم فيها ويذهب عنهم، كان يسلب أرواحهم، كان ذلك الفراق
بمثابة العدمية. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.